في فبراير 2016 حصلت واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في التاريخ. محدش فاهم إزاي ولا حتى كاميرات المراقبة شافت حاجة. دي مش لقطة من فيلم سرقة، دي كارثة حصلت بجد. بنك بنجلاديش اتسرق، والفاعل مجرد هاكرز قاعد في مكان مجهول بشوية أكواد على شاشة، والضحايا كانوا بنك بنجلاديش. القصة بدأت يوم 4 فبراير لما مجموعة من الهاكرز قدروا يخترقوا نظام البنك ويحاولوا يسرقوا أكتر من مليار دولار. الهاكرز دول استخدموا برنامج خبيث علشان يستغلوا شبكة سويفت لنقل الأموال، ودي شبكة عالمية سرية بتستخدمها البنوك علشان تتواصل وتحول الفلوس بشكل آمن بين بعضها. كل بنك ليه أكواد وتعريفات خاصة بيه علشان يضمنوا ان العمليات المالية حقيقية ومفيش نصب. لكن للأسف الهاكرز المجهولين دول عرفوا ازاي يبعتوا عشرات الطلبات الوهمية لنقل الفلوس من حساب بنك بنجلاديش في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبوا تحويل ملايين الدولارات لحسابات في أماكن مختلفة في آسيا. فيلا نكشف عن واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية في التاريخ. في صباح يوم 7 فبراير 2016 مدير بنك بنجلاديش زيهار بيهودا طلع من الأسانسير ونزل في الدور العاشر، ماشي بسرعة كأنه عنده مصيبة شاغلة دماغه. ومش أي مصيبة، دي الطبعة دي مش طبعة عادية خالص، دي متوصلة بالنظام بتاع البنك، ومفروض إنها تطبع تقارير المعاملات المالية لحظية وبشكل تلقائي على مدار اليوم. الطبعة دي كانت حاجة أساسية في البنك، وكونها مش شغالة دي كارثة طبعا. على مدار يومين الموظفين حاولوا يصلحوها وأخيرا رجعت تشتغل، لكن أول ما اشتغلت الطبعة بدأت تطبع كمية تقارير ضخمة جدا أكتر من المتوقع بكتير. في اللحظة دي الكل فهم إن في حاجة غلط. البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك استقبل أوامر بسحب كل الفلوس من حساب بنك بنجلاديش. الدنيا اتقلبت في البنك، الموظفين جريوا بسرعة يحاولوا يوقفوا التحويلات، لكن للأسف كان فات الأوان. بنجلاديش خسرت مليار دولار. في نص الليل وصل إيميل هادي جدا لصندوق البريد الإلكتروني بتاع موظفين البنك، كان في يناير 2015. الإيميل شكله بريء جدا، مجرد ملف مضغوط على شكل طلب توظيف، بس الحقيقة انه كان فخ قاتل. الموظفين بدون ما يعرفوا اللي مستنيهم فتحوا الملف واحد ورا التاني، والكارثة بدأت. الملف كان فيه فيروس خطير جدا مصمم بإيد محترفين علشان يخترق نظام البنك من جوه زي السرطان. الفيروس بدأ ينتشر في شبكة البنك، بس ده ما كانش أي فيروس عادي، ده كان سلاح إلكتروني متطور جدا. مش بس بيتجسس، لا ده كمان بيعمل خرائط كاملة للبنية التحتية بتاعة البنك، وبيفتح أبواب سرية للهاكرز علشان يفضلوا متحكمين في النظام من غير ما حد يشك فيهم. على مدار سنة كاملة الهاكرز قعدوا يراقبوا كل حركة جوه البنك، درسوا ازاي الموظفين بيشتغلوا وبدأوا يفهموا طريقة نقل الفلوس بالكامل. وهنا اكتشفوا ان البنك بيستخدم نظام سويفت، والسويفت ده مش برنامج عادي، دي شبكة مشفرة وآمنة جدا بتستخدمها البنوك في كل أنحاء العالم علشان تبعت أوامر تحويل الأموال الدولية. يعني ببساطة ده أقوى نظام ممكن بنك فيدرالي يعتمده. بس بالنسبة للهاكرز ده كان المفتاح اللي هيفتح لهم خزنة البنك بالكامل. الليلة كانت هادية جدا في بنك بنجلاديش، مفيش أي حد حاسس إن كارثة على وشك تحصل. شبكة سويفت العالمية اللي بتستخدم في تحويل المبالغ المالية بين البنوك كان دايما بيتقال عليها إنها حصن رقمي مستحيل حد يخترقه، إنها عالي جدا وكل الدول بتستخدمها لنقل أموالها بأمان. بس في مجموعة هاكرز أذكياء قدروا يعملوا اللي محدش تخيله، اخترقوا النظام وبدأوا يخططوا للسرقة بالمليارات. لكن كان في 3 عوائق ضخمة لازم يتخلصوا منها علشان ينجحوا في خطتهم. الطبعة اللي في البنك واللي بتطبع أي تحويلات مالية بتتم، ودي لو فضلت شغالة هتفضح أي حاجة غلط بتحصل. التلاعب ببيانات البنك جوه نظام سويفت علشان التحويلات المزيفة تبان كأنها قانونية ومتطابقة مع بيانات بنك بنجلاديش، بحيث مفيش حد يشك. الرصيد المالي جوه البنك نفسه، لأن البنك مش غني لدرجة إنه يكون هدف مغري. لكن في نقطة أهم، البنك كان بيتحكم في مليارات الدولارات محجوزة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولو قدروا يمرروا التحويلات عن طريقه الفلوس هتنتقل بكل سهولة. طب ليه اختاروا بنك بنجلاديش بالذات؟ السبب بسيط جدا، البنك كان جزء من اقتصاد سريع النمو، لكن البنية التحتية للأمن السيبراني فيه كانت ضعيفة مقارنة بالبنوك الكبيرة في الدول المتقدمة، ودي كانت فرصة ذهبية للهاكرز. البنك غني كفاية انه يستاهل المخاطرة، لكن في نفس الوقت ضعيف أمنيا وسهل الاختراق. الهاكرز قعدوا يراقبوا البنك فترة طويلة جدا. مش بس كده، دول كانوا بيطوروا برامج خبيثة ميلوير مخصوص علشان يتعاملوا مع مشكلة الطبعة اللي بتكشف المعاملات. الطبعة دي مربوطة بكمبيوتر
كمبيوتر في موظفين بيراقبوا التحويلات دايما، ودي كانت أزمة لأنهم لو شافوا حاجة غريبة هيكشفوا السرقة. لكن بدل ما يقفلوا الطبعة أو يمنعوا الموظفين من استخدام الكمبيوتر عملوا حاجة أذكى بكتير، اخترعوا برنامج بيخلي الطبعة تقف عن الطباعة فجأة وكأنها حصل فيها عطل فني، فبالتالي التحويلات المزيفة مش هتظهر والموظفين هيفتكروا انه مجرد خلل فني، وده معناه ولا حد هيكتشف السرقة في وقتها. بعد ما جهزوا كل حاجة كان فاضل لهم حسابات بنكية يستقبلوا فيها الفلوس، ففتحوا 5 حسابات رئيسية، 4 منهم في بنك RCBC بالفلبين، واحد احتياطي في سريلانكا. وعلشان ما فيش حد يشك كل حساب كان فيه $500 بس كبداية. في الليلة الحاسمة لسرقة القرن الخميس 4 فبراير 2016 كل حاجة كانت جاهزة، استنوا لحد ما الموظفين مشوا من البنك وبدأوا الاختراق. الهاكرز دخلوا على أجهزة البنك وشغلوا خطتهم اللي اشتغلوا عليها سنة كاملة. العبقرية الحقيقية بقى ظهرت هنا. أي حد بيسرق بنك طبيعي يختار وقت متأخر أو أجازة، بس دول كانوا أذكى بكتير، استغلوا فرق التوقيت بين بنجلاديش وأمريكا والفلبين، وعرفوا إن عطلة نهاية الأسبوع في بنجلاديش بتبدأ من ليلة الخميس، وده معناه البنك هيكون فاضي تماما لحد يوم الأحد. طب إيه النتيجة؟ الهاكرز قاعدين في أماكنهم بينقلوا ملايين الدولارات من غير ما حد يشوفهم أو يشك فيهم. طب هل نجحوا؟ هل البنك اكتشف السرقة في الوقت المناسب ولا المليارات طارت للأبد؟ الهاكرز كانوا عاملين حسابهم لكل حاجة، عارفين فرق التوقيت وفاهمين كويس انهم قدامهم فرصة ذهب للتحرك. احنا في بنجلاديش كان عندنا اجازة اخر الاسبوع، لكن في نيويورك لسه الجمعة الصبح حوالي الساعة 9:36 دقيقة، وده معناه ان البنوك هناك شغاله وموظفي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قاعدين على مكاتبهم مستعدين ينفذوا اي عمليات تحويل. وده كان في صالح الهاكرز جدا، اللي زود الفرصه كمان ان يوم الاثنين الجاي 8 فبراير كان راس السنه الصينيه واجازه رسميه في الفلبين. يعني الهاكرز قدامهم وقت طويل عشان يقدروا يهربوا الفلوس براحتهم قبل ما اي حد يحس بحاجه. يعني عندهم من الخميس لحد الاثنين علشان يستغلوا فرق التوقيت ويخلصوا اللعبه على 3 كرات من غير ما حد يحس. الجمعه الصبح بقى عمليات التحويل بدأت، ومجرد ما دقت الساعه في نيويورك موظفي الاحتياطي الفيدرالي لقوا نفسهم قدام وابل من طلبات التحويل جايه من بنك بنجلاديش عبر نظام سويفت الدولي. الطلبات دي كانت بتحول فلوس بمبالغ ضخمه لحسابات متعدده. الموظفين ما شكوش في حاجه في الاول وبداوا يعالجوا الطلبات ويحولوها واحده ورا الثانيه. في اللحظه دي الهاكرز كانوا سحبوا $951 مليون كلهم متحولين لحسابات موزعه في اماكن مختلفه. والمصيبه انهم كانوا خلاص خرجوا من نظام بنك بنجلاديش بعد ما خلصوا شغلهم ومسحوا كل الادله اللي ممكن تكشفهم. بس في حاجه واحده فضلت شغاله، الطبعه اللي فضحت الهاكرز. كل يوم الطبعه الخاصه ببنك بنجلاديش بتطلع تقارير ورقيه بكل عمليات التحويل اللي حصلت حتى لو البنك قافل. لكن الهاكرز كانوا سابقين بخطوه، زرعوا فيروس يمنع الطبعه من الطباعه في اليوم ده. ولما مدير البنك دخل الشغل يوم الاحد الصبح كان متوقع يلاقي ورقه تحويلات زي كل يوم، لكنه ما لقاش حاجه. في البدايه افتكر ان الطبعه عطلانه وده شيء عادي طبعا، مشاكل الطبعه بتحصل في اي بنك، لكن المصايب بدات تظهر فقعد شويه. في نفس اليوم ده الكارثه بتنفجر. الموظفين حاولوا يدخلوا على نظام سويفت، لكن كل ما حد يحاول يسجل دخوله تطلع له رساله خطأ. الموضوع كان غريب جدا، لكن ده مش أسوأ حاجه. وسط رسائل الخطأ ظهرت 3 رسائل جايه من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتستفسر عن تحويلات بقيمه تقرب من $1 مليار. المدير اتجنن، دي كارثه مش غلطه صغيره. حاول يتصل بالاحتياطي الفيدرالي فورا لكنه نسي حاجه مهمه. النهارده السبت في نيويورك، يعني مفيش حد هيرد عليه والبنك قافل. وكل سنه وانت طيب، مفيش حل غير انه يبدا يبعت ايميلات وفاكسات ويطلب ايقاف كل العمليات فورا علشان يلحقوا الفلوس قبل ما تتسحب. وفي رحله البحث عن الفلوس حول العالم، اللي هي المصيبه الكبيره ان الفلوس في النظام البنكي العالمي مش بتنتقل مباشره بل بتمر على وسطاء ماليين في بنوك مختلفه. فبنك بنجلاديش لازم يكلم بنوك كتير في دول مختلفه علشان يعرف مكان الفلوس بالظبط. لكن هنا حصلت المعجزة، الحظ لعب لصالح البنك لأول مرة. الاحتياطي الفيدرالي فجأة وقف 30 معاملة من اللي بعتهم الهاكرز للمراجعة اليدوية. ليه بقى؟ لأن بالصدفة البحتة كلمة في إحدى طلبات التحويل كانت مطابقة لاسم سفينة إيرانية محظورة دوليا بسبب العقوبات الأمريكية. حظ الهاكرز قلب عليهم بسبب الفلترة الأمنية. الموظفين بدأوا يشوفوا علامات استفهام كبيرة في التحويلات، المبالغ كانت خرافية، عدد الطلبات كان عالي جدا وبطريقة مش
طبيعية، الفلوس رايحة لحسابات أفراد مش مؤسسات أو بنوك. كل ده خلاهم يوقفوا 870 مليون دولار قبل ما تخرج من النظام، لكن للأسف 5 عمليات تحويل بس هي اللي نجحت قبل ما حد يلحق يوقفها. فلوس راحت، لكن في واحدة لسه ممكن نلحقها. من بين ال5 عمليات الناجحة كان في تحويل بقيمة 20 مليون دولار رايح لحساب في سريلانكا. المبلغ اتحول فعليا وبدأ رحلته عبر بنك وسيط في ألمانيا. اللي حصل كان مفاجأة محدش كان متوقعها، حاجة بسيطة جدا خلت العملية كلها تتوقف. تخيل كده، غلطة مطبعية تافهة كانت السبب في ان الطلب يتوقف تماما للمراجعة. الاسم شاليكا فاونديشن اتكتب غلط من غير حرف الأو، والغلطة دي خلت الناس تشك في الموضوع. بمجرد ما حد لاحظها وهو بيراجع التحويلات، وبدل ما الفلوس تمشي في طريقها الطبيعي اتحولت تاني لحساب بنك بنجلاديش في نيويورك. في اللحظة دي كانوا الحرامية قدروا يعملوا 4 تحويلات بس بمجموع 81 مليون دولار. بس خد بالك، دول كانوا ناويين يسرقوا مبلغ ضخم جدا تقريبا مليون دولار، وحاولوا يعملوا 35 تحويل مختلف. لكن للأسف أو لحسن حظ البنك، بس 4 تحويلات هم اللي نجحوا ووصلوا لحساب في بنك RCBC في الفلبين. وده كان بسبب ان العمليه حصلت في وقت الاجازه بمناسبه راس السنه الصينيه، والبنك كان قافل، وده خلى البنك بنجلاديش مش قادر يوقف الفلوس في الوقت المناسب. لكن المشكله دلوقتي ازاي يطلعوا بالفلوس دي من البنك. جزء كبير من ال 81 مليون دولار راح لشخص واحد بس. السلطات في الفلبين لما بدات تحقيقاتها اكتشفت ان 30 مليون دولار اتحولوا لشخص صيني الجنسيه، وبعدها الراجل ده اختفى بدون اي اثر. لا حد عارف هو مين ولا حد عارف حصل ايه بالفلوس اللي خدها. ممكن يكون هو العقل المدبر وده كان نصيبه من السرقه، بس لحد النهارده مفيش اي دليل عليه ولا اي معلومه عن مصير الفلوس دي. كده بقى فاضل كام؟ ايوه بالظبط كده، 51 مليون دولار. وده كان التحدي الجديد للهاكرز، ازاي يخفوا اثر الفلوس دي علشان محدش يربطها بالسرقه. الحل كان ايه بقى؟ انهم يغسلوها عن طريق الكازينوهات. اختاروا كازينو ميداس وكازينو سولير. 30 مليون راحوا لسولير و20 مليون لميداس. في الوقت ده سنه 2016 الكازينوهات في الفلبين ما كانش عندها قوانين صارمه لمكافحه غسيل الاموال، وده خلاها هدف مثال. بس المشكله انك ما ينفعش تدخل الكازينو بشنطه مليانه كاش وتقول لهم انا جاي العب. لازم الفلوس تتحول من حساب بنكي علشان تبقى شكلها طبيعي، وبمجرد ما الفلوس دخلت الكازينو ما ينفعش يسحبوها ويخرجوا كده على طول. كانوا محتاجين يبينوا انهم بيلعبوا بجد، فطلبوا غرفة قمار خاصة اسمها جان كات، ودي بكل الاشخاص اللي بيلعبوا بمبالغ ضخمة بعيدا عن الناس العادية. دخلوا قعدوا يلعبوا لعبة باكارا، ودي لعبة احتمالاتها بتخليك تسترجع حوالي 90% من فلوسك على المدى الطويل، فكانت طريقة مثالية لغسل الفلوس من غير ما يخسروا كتير. وبينما الهاكرز قاعدين في الكازينوهات بيلعبوا بالفلوس المسروقة، كل الجهات المعنية كانت في سباق مع الزمن. بنك بنجلاديش الفيدرالي في نيويورك، بنك RCBC والشرطة كلهم كانوا بيحاولوا يتتبعوا الاموال، لكن للاسف كان الاوان فات. بعد ما خلصوا لعبه وسحبوا ارباحهم على هيئه كاش، خرجوا من الكازينو واختفوا من البلد بالكامل. طلعوا على ماكاو، وهي منطقه اداريه خاصه في الصين، وهناك مستحيل تتبعهم تاني. الهاكرز نجحوا في تنفيذ واحده من اكبر سرقات البنوك في التاريخ، وسرقوا 81 مليون دولار من بنك بنجلاديش. لكن السؤال الكبير بقى، مين اللي عمل كده؟ حتى بعد كل الاحتياطات اللي اخدوها علشان يخفوا اثارهم، خبراء الامن الالكتروني قدروا يحللوا الفيروس اللي استخدموه، ولقوا تشابه كبير جدا بين الادوات اللي استخدموها في السرقه دي وبين هجمات الكترونيه تانية على بنوك ومؤسسات في اماكن مختلفه من العالم. وكل الادله كانت بتشير لمجموعه قراصنه من كوريا الشماليه اسمها مجموعه لازاروس. والغريب ان الدول عاده ما بتسرقش فلوس بالطريقه دي، لكن كوريا الشماليه حاجه تانية خالص. بس لو فكرت فيها من ناحيه جيوسياسيه الموضوع يبقى منطقي. سنه 2013 تم فرض عقوبات منع كوريا الشماليه من تحويل مبالغ ماليه ضخمه، وده كان رد فعل على اطلاقها لاختبار صواريخ محظوره. العقوبات دي خلتهم مش قادرين يوصلوا الفلوس من المصادر الدوليه، وبعدها بسنتين ب 2015 بدأوا في اختراق بنك بنجلاديش. وطبقا لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مجموعه لازاروس كانت بتهاجم البنوك واحده ورا الثانيه، وكل مره بتحاول تسرق ملايين، حوالي مليار و200 مليون دولار. لكن اللي قدرت تحصل عليه فعليا كان حوالي 122 مليون دولار. ومع ذلك اكبر عمليه سرقه عملوها كانت في بنك بنجلاديش، وقدروا يستولوا فيها على 81 مليون دولار. ده يعتبر واحد من اكبر السرقات المصرفيه في التاريخ. وطبعا يا صاحبي، جمال الفيديو ما ينسكش انك تعمل لايك وشير وكومنت، وده طبعا بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام.